مرحبا بكل مشاهدينا الكرام في برنامجكم المجله الرياضيه. سنتحدث اليوم في هذا البرنامج عن الفريق الوطني اقل من 17 سنه المشارك في بطوله العالم المقامه حاليا بقطر، والذي وكما تعرفون هزم في اللقاء الاول امام منتخب اليابان ب2-0. كنا نمني النفس بنتيجه ايجابيه خلال هذه المقابله الاولى حتى تكون دعما نفسيا وتفتح الشيء لبقيه المقابلات الاخرى وتدعم هذه العناصر الشابه، لكن للاسف ربما النتيجه كانت سلبيه. ننتظر المقابلتين المقبلتين فهما الباب المتبقي للعناصر الوطنيه لتحقيق التأهل للادوار المقبله. معي الزميل حسن الحريري. سي حسن مرحبا بك. مرحبا بك سي حسن. سي حسن، كنظن بانه الهزيمه امام المنتخب الياباني 2-0 ربما بعثرت الاوراق، وايضا كان هناك عكس الاتجاه وعكس ما كنا نتمناه في هذه المقابلات. بالفعل حسن، لن اكون قاسيا على المنتخب الوطني اقل من 17 سنه، كما يقال لكل جواد كبوه، فالمنتخب الوطني بطل افريقيا وخذ هذا اللقب امام المنتخب الالماني. واذكر بان العناصر ديال المنتخب الوطني اقل من سنه عندها من المقومات الفنيه الشيء الكثير احسن بكثير من لاعبي المنتخب الوطني اقل من 20 سنه، لكن ما شاهدناه امام المنتخب الياباني اصيبنا بذهول كبيره. كيف هذه الطريقه؟ كيف نبيل بها خلى اللاعبين تائهين بدون خطه؟ كان هناك نضج تكتيكي ديال اليابانيين، وكما يقال الكمبيوتر الياباني كان احسن بكثير وعرف المقومات القوه ديال المنتخب الوطني المغربي. ايضا حتى الفوز ديال المنتخب الوطني لاقل من 20 سنه بكاس العالم اثر على لاعبي المنتخب، لانه غيقولوا بان هذوك ربحوا حنا خصنا نربحوا، لكن باي وسيله، لان لقينا المنتخب الوطني متهالك في خط الدفاع، خط الوسط غير موجود. كيفاش دخل ديك الخطه التكتيكيه نبيل بها ما شفناش المنتخب الوطني اللي كنا دائما تنشاهدوه بداك الزخم التقني بشكل كبير. كانوا تائهين في الملعب، وكل اقر بان هذه مقابله للنسيان. نعم، مقابله للنسيان. سؤال انه ربما اليابان على الاقل كنقولوا بانه الشوط الاول كان احسن من الشوط الثاني، ولكن ربما اليابانيين بحال عطونا هذيك الفرصه باش نلعبوا في الشوط الاول واكتشفوا بناء على النتائج او بناء على الملاحظات ديال الجوله الاولى لعبوا في الشوط الثاني واستطاعوا انهم يفوزوا ب2-0. بالفعل حسن، بناء على معطيات الكمبيوتر، وكل تعرف بان الكمبيوتر تحلل مجموعه من الاساليب ديال الكره، وهناك اختصاصيين في تقطيع الشوط الاول، لكن اظن بان اختصاصيين ديال المنتخب الوطني في الفيديو ما تمكنوش باش يعطوا نبيل بها اين تكمن مكامن القوه، مكامن ديال الضعف. لهذا فالانطلاقه ديال المنتخب الوطني في الشوط الثاني كان باهت بحشد كبير، وشنا لي ترانزيسيون اللي كانوا ناجحين بالنسبه للمنتخب الياباني، وكيف سجلوا خصوصا الهدف الثاني. كيفاش ضاعت الكره في وسط الميدان، خدها رقم 10 اللي نعتبره انا احسن لاعب في المقابله ديال اليابان. كيفاش خد الكره وكيفاش شاف الانطلاقه في الجهه اليسرى وعطاه الكره، والاخر ما تسناش الكره، ضربها بالرجل اليمنى ترانزيسيون مزيان، كانت كره دائريه وتمكنوا باش يسجلوا الهدف الثاني. اذا الان مقابله ضد البرتغال كاليدونيا، كنظن بانه المقابله الاصعب ستكون ضد البرتغال. بالفعل البرتغال بطلة اوروبا، ولما تتكلموا على البرتغال الا وغادي يجبدوا واحد الاسم ديال واحد المدرب اللي يعطى الشيء الكثير لكرة القدم البرتغاليه، هو كيروش اللي كان في السابق هو المدرب ديال جنوب افريقيا، واللي ربحنا في كاس افريقيا، وايضا كان مدرب ديال مصر، ويعتبر من خيرة المدربين على الصعيد العالمي. ان تاكتيسيان كيروش هو اللي خدم مع هذا الفريق ديال البرتغال باش ربحوا لقب بطل اوروبا. والكل تعرف البرتغاليين تنتميوا لكرة القدم اللاتينيه، خط الهجوم ديالهم خط فعال، لكن حنايا عندنا بالمقابل خط دفاع هش بشكل كبير. لهذا فبأي خطاب نبيل بها تكلم مع اللاعبين بعد نهاية اللقاء. اظن بان هناك نبيل بها، هناك المساعد ديالو، ايضا هناك نور الدين نيبات، وايضا سمعنا بان وليد الركراكي
بن محمود كانوا في الملعب، واش حتى هما غادي يدخلوا في خطاب جيد باش يقويوا اللاعبين ديال المنتخب؟ لان هذا السن تنعتبر انها سن هش، الا ما كنتيش ما وصلتيليش الخطاب بشكل لين وجميل فغادي تحس بان اللاعبين محطمين نفسيا. لا محطمين ما كنظنش، ولكن كنظن بان نقطه اخرى ربما انه اللاعبين في هذا اللاج هذا كيكون من الصعب انهم يستقبلوا واحد الخطابات اللي ربما فيها التحدي، فيها ضروره التحقيق، اللي كيكون فيها واحد بحال كنعتبروها الزام، وكيعودوا دوك الوليدات ما بين الالزام وكيعودوا ما بين ضروره تحقيق النتيجه. اذا كتولي مشكله كبيره في هذا الاطار هذا. اذا كيفاش غندوزوا الخطاب الجانب النفسي لهاد الوليدات هادو؟ الا كثرنا عليهم بعض الاحيان بالنصائح وهاش خصكم ديروا واش خصو يدار، ربما كتولي مشكل. بالفعل حسن، وباش تكلمتي على العامل النفسي، واش عندنا ان كوتش مونتال غادي مع ليكيب ناسيونال؟ دائما التواجد ديال الكوتش مونتال جد مهم. ثانيا انا سمعت المدرب قال لما غنتهي من هذه الاستجوابات غادي نمشي عند اللعبه وغادي كلمات تكون قويه عليهم. اظن من الاحسن ما يتكلمش معهم بقوه، يتكلم معهم برزانه وبعقل، لان هاد اللاعبين خصنا نعطيهم فرصه اخرى باش يتالقوا امام المنتخب البرتغالي. لعب المنتخب البرتغالي وبعد ذلك منتخب كاليدونيا، ويأكدوا لهم ان هاد اللاعبين دائما في المستوى، وان النتيجه الاولى يجب نسيانها ويجب التفكير في المقابلات المقبله ضد البرتغال اللي غتكون يوم الخميس 6 نوفمبر يوم عيد المسيره، واللقاء الثالث والاخير سيكون ضد كاليدونيا الجديده يوم 9 من هذا الشهر. نتمنى حظ موفق لعناصر الوطنيه حتى يتمكنوا من المرور للدور المقبل. شكرا، الى اللقاء. حظ سعيد للمنتخب الوطني لاقل من 17 سنه.